السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل يعني استمرار لسلسلة الفاست فود اللي هو الأكل السريع، يعني عشان الامتحانات والدراسة والكلام زي كده. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة بهارات الحواوشي. هي هيبقى فيها تكة جديدة، لو حد عاوز يعني يضيفها أمين مفيش أي مشاكل، محدش عاوز يضيفها برضو مفيش مشاكل. في الوقت نازل بهار ضاني، ده بيتشرى من عند العطار، بيدي ريحة الضاني وكلام زي كده. يعني انا مش بحب حد يستخدمه، لانه برضه في الاول وفي الاخر هو مواد مصنعة. بس لو حد ما عندوش اللي هي الضاني اللي هي الجاهزة او صعب المنال الوقت ليها، ممكن يستخدمها مفيش اي مشاكل. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنستخدم المكونات بتاعة الحواوشي ازاي. زي ما احنا متعودين، فلفل ابيض او فلفل اسود على حسب الطاقه الماليه. النهارده بقت الدنيا صعبه شويه. الكمون، الكبابه الصيني، الروزماري، سنه زر ورد ما نكترش منها برضه عشان ما تعملش مراره معايا. القرفه، سواء القرفه الكسر او السيجار زي ما احنا متعودين. جنزبيل الحصى. اللي هيتضاف جديد معايا هيبقى الكافورة اهي، الخلنجان، في منه نوعين بس علشان الناس ما تتلخبطش بينهم. في حاجة اسمها خلنجان شرايح بيبقى بالشكل ده كده، وده الغالب ان هو بيبقى تيست اقل، جودة اقل. وفي حاجة اسمها خلنجان عقربي بيبقى، او خلنجان الصغير بيبقى بالشكل ده، بيبقى الحجم بتاعه صغير، التيست بتاعه عالي جدا، كشكل وطعم وريحة مختلف خالص على الاطلاق. يعني لو احنا مثلا بنتكلم في الكيلو ده ب 300-350 جنيه، اللي هو الشرايح ده لن يتعدى ال 180 جنيه. حتى تلاقي لونه ابيض مش احمر، بيميل ناحية الجنزبيل مش بيميل للغمقان. هنستخدم شوية عود ايكر، بسباسة. انا هقول برضو المكونات في الاخر، وفي حاجات هنقدر نستغنى عنها لو حدش عارف يوصل لها، لان انا عندي ممكن البسباسة اللي ممكن استغنى عنها بجوز الطيب، هما الاتنين تقريبا واحد. الحبهان، القرنفل، الزعتر، البابريكا، سواء البابريكا العادية او البابريكا المدخنة مش هتفرق كتير. المدخنة هتديني تيست بس عالي، ان في حاجة ريحة الفحم. كده تقريبا كل المكونات كاملة معايا، ما عدا حاجتين اللي هو هنقول بقى اللي هي التكة الأخيرة. سنة بصل، لو هو موجود بصل شرايح مجفف عند العطار هيبقى أفضل، ويطحن معاه خردل. الخردل بيدي تيست عالي قوي وطعم حلو، كأنك حاطط مستردة ما بين اللحمة، أنت مش حاسس بيها بس هي طعمها حلو. والخردل لما بيطحن بيدي ريحة حلوة قوي. يطحن مع شرايح البصل اللي هي الجافة، هيدي طعم معايا حلو جدا. كده يبقى انا عملت كل بهارات الحواوشي. سنة اللوري طبعا ما نقدرش نستغنى عنها. يبقى كده في النهاية خلصنا البهارات. هنيجي نطحنها، وبرده زي ما احنا متعودين يا اما هذكرها في صندوق الوصف يا اما هقول المكونات في اول تعليق. تعالوا بقى معايا نطحن ونشوف هنعمل ايه. ورجعنا بقى تاني، تعالوا نشوف بقى هنعمل المكونات ايه. تعالى معايا كده. دي المكونات اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت، لو كمون والفلفل والبابريكا وجوز الطيب، الروزماري، الحبهان، البسباسه، العود الايكر، عرق جناح لو موجود. لو حد عاوز يبدل اي حاجه، عايز مثلا يشيل البسباسه ويحط جوز الطيب، شغال مفيش اي مشاكل. نروح بقى للاساسيات معانا. انا سبت الكزبره، لكن
عشان اعرف تبقى هي الاساس، هي الكبيره، هي الكتيره اللي معانا في الخلطه. لان لما بنيجي نطحن البصل الشرايح في الكبه بيلزق بيسخن، فمهما كان في الاول في الاخر هو رطب. فاحنا نحط الكزبره الاول اهي، وهحط معايا معلقه خردل اللي هم 50 جرام اهو، ومعلقه البصل الشرايح اللي محدش يعرفها هي ايه. دي بتيجي من عند العطار جافه بالشكل ده، بعيده خالص عن البصل البودر، لان البصل البودر بيبقى مضاف عليه دقيق والكلام زي كده. برده مهما كان البصل الشرايح بيبقى افضل. بطحن دول لوحدهم عشان حبوب الخردل تمتزج بالمكونات، لان هي هتفضل موجوده. وارجع احط الخلطه بتاعتنا. نقول بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. خلطة حواوشي مش ناقصها غير اللحمة. خلطة البهارات تتاكل حاف. كده خلطة البهارات بتاعت الحواوشي عملناها. طيب نيجي بقى لطريقة عمل اللحمة. اللحمة نفسها بنحط 900 جرام لحمة و100 جرام لحد ممكن نضيف 150 جرام دهن. دول لما بيتخلطوا مع بعض بيدي سمانة حلوة وخفية في اللحمة. الكيلو اللحمة بياخد من 50 ل 80 كيلو بهارات، 80 جرام بهارات. يتخلطوا على بعض ويتضربوا كويس، هيدي معاك تيست عالي جدا. لو انت عاوز تضيف بروتين ماشي مفيش مشاكل. لو عايز تضيف مثلا 50 جرام بروتين 100 جرام بروتين لكيلو اللحمه، مش هيخلي حته اللحمه تكش معايا جوه الرغيف، وهتدي طعم عالي. كده بالتالي يبقى احنا خلصنا كل ما يخص البهارات الحواوشي. ننتظركم في فيديو جديد. لو حد محتاج كميات من بهارات الحواوشي نقدر نوصلها لحد عنده. المحل موجود في الستاموني بالقاس دهلية. هنسيب رقم التليفون للتواصل واتس او هاتف. يا رب نكون قدرنا نقدم لكم خدمة كويسة. هيبقى موجود المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.